انا بتحارب على فكره، خلي بالك، بس من تحت لتحت. انا بتحارب من تحت لتحت، ادوار كتير واتشلت منها. اللي قال لك شيله اسمه احسان يعني، بس ما نقدرش نتكلم. يعني فين انا وفي الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره لما طلع قال لهم انا بناشد المخرجين الجداد يكتشفوني كاني وجه جديد. طيب فين انا وبقيه الاساتذه اللي ذكرت لك منهم الاستاذ شريف زعيم؟ حتى لو عظم في قفه بمعنى الكلمه، كلمته بتمشي. وبعدين استاذ عصام ومحمد ناس متربيين تربيه عاليه قوي قوي قوي، فمش يعني بمعنى كلامي مش هيحبسوا ابوهم يعني. لا لا، ما بتقلقش من الناس اللي بتطلع ممكن تقول اصل هو طالع ياخد اللقطة فطالع يتكلم عن محمد رمضان فعاوز يشتغل مع تامر حسني. اخد هو اللقطه ليه؟ الراجل اتصل بيا يوم ما استغثت بيه. انا ما بقولش ده، انا استغثت بيهم. الموضوع ده كان بالليل، الصبح كان بيكلمني، ومن خلالك برضه انا بقول له يا محمد يا رمضان يا ابني، انت وعدتني وعد لما جيت لك فوق في الغرفه، وقلت لمحمود الشيخ احنا معانا شغل مسرح وسينما وتلفزيون، والاستاذ احسان يبقى معانا، فما تنسانيش. بما ان المسرح ايه علاقته بالمسرح؟ حبيبي، مم. اي شغل حبيبي. المسرح كمان انا بحب جدا المسرح. ايه رأيك في الطفرة اللي حاصلة في المسرح في السعودية؟ ما جالكش اي حاجة من انا كنت لا لا لا، في اول ايام موسم الرياض احنا رحنا عملنا مسرحيه. ماشي، عم قعد راسي حاضر. رحنا عملنا مسرحيه اسمها حبيبتي من تكون، ودي عن قصه حياه الله يرحمه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وكانت مكسره. احنا عاملين 112 ليله عرض، اي مسرحيه كانت بتيجي اكتر من 4 ايام مفيش. شايف ان السعودية حاليا في طفرة بالنسبة للمسرح وموسم الرياضة؟ السعوديه في طفره في كله، في كله. شايف ان المسارح عندنا في مصر هل بدأت في ان هي يعني بقت تجارية اكتر من المسارح؟ ما هي تجاريه، هي تجاريه، بس يا خساره بدات تنقرض. خدي بالك يا بسان، في الاول المنتج اللي انا سمعته من الساده الافاضل يعني كان فنان قبل ما يكون منتج، كان بيدور على حاجه جميله يقدمها، عمل الناس تتعلم منه حاجه، فاهمه؟ لكن النهارده لا، الانتاج النهارده كله بيبص على هيجيب كام. احمد العوضي